يا صباح الفل وصباح الرزق وصباح الرضا، صباحكم زي العسل ان شاء الله باذن الله. اخواتي وحبايبي اللي طلبوا مني دورات فراخ بيضه، ان شاء الله بفضل الله بدأنا اول دوره من الفراخ البيضه على القناه دي. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله وقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الفراخ البيضه يا حبايبي كل يوم لها سعر مختلف عن اللي قبله، لان دي بتكون بورصه. صلوا على الحبيب المصطفى. فان شاء الله بدأنا كده اول دورة يا حبايبي ب50 فرخ. اللهم صل على الحبيب المصطفى. هنا بهيئ لهم المكان وبظبط لهم مكانهم وبطهر لهم المكان قبل ما اجيب الفراخ فيه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بنطهر المكان زي ما انتوا عارفين، الاول بتكنس وبعد كده بنرش فيه شوية من الجير، وبعد كده النشارة او التبن او الفرشة اللي انت هتحطها تحتيهم. بالصلاة على النبي. دول أول 50 إن شاء الله بإذن واحد أحد. ربنا يطرح فيهم البركة ويجعلهم بداية خير إن شاء الله بإذن الله. كنسنا وطهرنا وفرشنا، هنبدأ ننزل الكتاكيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على الحبيب المصطفى. طبعا يا حبايبي الكتاكيت وخصوصا البيضة لازم تكون جاية من عند ناس موثوق فيها، يعني مش اي حد يقولك الكتكوت لا ده فلان بيبيع ب30، لا ده فلان بيبيع ب35. كل فرخ وله سعره يا حبايبي، في قب وفي روسي وفي ده، في انواع كتير قوي يعني. يعني بصوا، المهم ان اللي انت بتجيبي منه يكون حد موثوق فيه وحد مجرب شغله قبل كده. ده اول مرة اجيب من الناس دي ما شاء الله تبارك الرحمن. وبصراحة مش انا اللي جايبة، انا ليا جارة بتجيب منهم دايما، فوصيتها وهي بتجيب لي 50 معاهم. فان شاء الله باذن واحد احد الدورة دي تتم على خير، واشوف نظام الفراخ ايه كده وهيكونوا تمام وان شاء الله خير خير باذن الله يعني. وابقى انزل لكم الرقم بتاعهم عشان خاطر اللي في بلدي واللي في اجوارها يجيبوا منهم، لان الناس بتشكر في حاجتهم جدا. حتى امي لما سالتها قالت لي فراخهم حلوه وبجيب منهم الفراخ يا بنتي ما بينقصش منهم كتكوت. فكده بشرة خير يعني، احنا خدنا البشرة من الحجه، فان شاء الله باذن الله هنعتمدهم باذن واحد احد. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. على كده هناخد واحده اهو. هناخد واحده اهو. اوعي يا نسا كده. اوعى يا ابني كده. تعالى اهو. كده الفرخ ده ان شاء الله باذن الله هيبقى ممتاز باذن الله. المناعه بتاعته عاليه، لما تحطها على ظهرها كده ويقلب نفسها بسرعه كده، اعرفوا ان ان شاء الله باذن الله هيبقى ايه، الفراخ حلوه باذن واحد احد. معلومه يعني على السريع كده. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. وانتوا عارفين يا حبايبي ان الفراخ البيضة بنستقبلها بكيس من محلول الجفاف زي ما انتوا شايفين، او شوية عسل اسمر او شوية مية بسكر، لا اكتر ولا اقل. وما شاء الله تبارك الرحمن. انا بحب اربي الفراخ البيضة يا حبايبي من غير اي ادوية، لان هو ده اللي بيميز اصلا التربية البيتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. من غير اي ادويه. يعني ما بعتمدش في تربيه الفراخ عموما الا على الحاجات الطبيعيه، عشان كده بيكون طعمها مميز. وما شاء الله تبارك الرحمن يوم ما بحب اضيف لهم اي ادويه عطس دمعه في العين، بيكون برضو حاجات طبيعيه او حاجات بشريه من اللي الاطفال بتاخدها. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. ان شاء الله دوره خير، واللي حابب يبدا يا حبايبي يلا على بركه بسم الله. حبيت انزل لكم فيديو كده على السريع على القناه دي اللي من زمان ما نزلناش فيديوهات مع بعض عليها. فاللي حابب يبدا بقى معايا مشاريع او بدايه دوره فراخ بيضه، يلا مستنياكم تكتبوا لي في التعليقات. وما شاء الله تبارك الرحمن، اللي عايز يبدا ب10، اللي عايز يبدا ب20، اللي عايز يبدا ب30، اللي عامله مشروع ربنا يوسع عليكم ويزيدكم من الخير اضعاف ويوسع في ارزاقكم يا رب اللهم امين. ما شاء الله يا حبايبي زي ما شفتوا كده، امسكي الفرخ واقلبيه على ظهره مره واتنين كده وانعدل نفسه بسرعه. اعرفوا ان الفرخ ده مناعته عاليه وان شاء الله هيكون كتكوت زي الفل باذن واحد احد. اللهم صل على الحبيب المصطفى. وبص كمان على اسرار الفرخ، يعني بص اقلبي الكتكوت كده وبص على اسرار الفرخ، شوفيه طري ولا يعني كويس ولا ايه نظامه، عشان خاطر ما يكونش عرضه للبكتيريا وعرضه كمان للهواء. لان اسرار الفرخ ده يا حبايبي لو لسه طري بيكون مناعته ضعيفه جدا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. فما شاء الله تبارك الرحمن، انا فحست الفراخ كلها يا حبايبي ما شاء الله، اللهم صل على النبي زي الفل. هتستخدمي علف ايه يا حاجه حنان؟ بصوا حبايبي، عندكم علف البركه، وعندكم الوادي، وعندكم الايمان، عندكم الثلاث انواع دول ما شاء الله تبارك الرحمن، عشان انا مجرباهم فاشكر لكم وانصحكم بيهم. يعني اي نوع تاني انا ما جربتهوش مش هتكلم عنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. لو انتم عندكم انواع علف بتيجوا مع طيوركم وكويسه وانتم ضامنينها، اكتبوها لي برضو تحت في التعليقات، اكون شاكره ليكم ومنها اجرب واغير. لكن احنا بدأنا الدورة دي بالبركة ان شاء الله بإذن واحد احد، رغم ان انتوا لو بصيتوا جنب كده في شكارة الإيمان، لكن دي الرومي الأبيض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. بصوا الكتاكيت لما نزلت في المكان بدأت ان هي تجري وتتحرك وتلعب وتروح وتيجي لحد ما جهز لها العلف والمية بتاعتها. وعايزه اقول لك كمان على حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. شيلي الكتكوت كده وشوفيه تقيل في ايدك ولا تحسيه زي الريشه. ده برضو يعني يثبت لك ان الكتكوت ان شاء الله لو هو تقيل في ايدك كده ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تعرفي انه ان شاء الله هيكون نوعيه كويسه وتعتمديه، لان زي ما قلت لك هو انواع كتير جدا. صليتي بينا على الحبيب المصطفى، وحط لهم لنضه عشان تنور لهم وتدفيهم كمان، لان احنا ما تقوليش لا الحته حر بره ملناش دعوه، يعني الكتاكيت شيء واحنا كبني ادمين شيء تاني. خلي بالك من دي. انت لو لاحظتوا في الاول انا حطيت اللنضه البيضه، ولما لموا على بعض وبداوا يصووا ويعملوا صوت عالي يصرخوا بصوت عالي، شلت اللنضه البيضه وحطيت لهم اللنضه الصفراء، عرفت ان هم سجعانين رغم ان الجو بره حر، لكن هم عايزين تدفئة معينة. فلما تلاقي الكتاكيت بتاعتك لمت على بعض كده، اعرفوا ان هم سجعانين ومحتاجين ان هم يتدفوا. وطول ما الفرخ متنطور في المكان كده، فرخ هنا وفرخ هناك كده وفرخ هناك كده، اعرفوا ان الفراخ ما شاء الله تبارك الرحمن برضو كويسة والجو اللي حواليها مناسب لها. انما ان لمت وبدأت تصرخ وتزعج كده بالصوت الحياني، اعرفوا ان المكان مش مهيأ، من غير ترمومتر ومن غير اي حاجة، هو بالنظر. لازم الفراخ تكون متفركشه كده بعيد عن بعضها، يجروا ويلعبوا وياكلوا ما شاء الله، تحسيهم كده فيهم طاقه وحيويه كده حتى وهم كتاكيت. يلا حبايبي اسيبكم في رعايه الله وامنه، واللي حابب يبدا معايا الدوره توكلوا على الله يلا، واللي حابه تجيب 10 تجيب 20. بحبكم في الله. لحظة استنى يا حسن. بتفتح الباب ليه؟ جبتي؟ هات اللمبة. ما هي ده قدام اهي. سيب شوف استنى يا حنين. صلى على النبي يا حسن.